يا مساء الفل، ازيكم؟ مساكوا سكر، مساكوا عسل، مساكوا كل حاجة جميلة. من فضلكم فعلوا الجرس وعايز اشتراك وتعليقات، وقبل اي كلام صلى على رسول الله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين وفي كل وقت وحين. نسمع مشكلة النهاردة ونشوف الام اللي هنحكم عليها سوا مع بعض. يعني لما تكون واحدة اتأرملت وهي لسه شابة، هي بتقول وأنا كل عمري اتجوزت 4 سنين. في خلال ال4 سنين جبت الولدين وجوزي مات. كان موظف وجاله تعب مفاجئ ومات. عشت على المعاش وما اتجوزتش. اتلبخت في العيال وقلت مش هتجوز واجيب حد غريب للأولاد، وعشان كمان المعاش ما يروحش مني، وعلشان ورث الأولاد وخفت من العيلة والكلام ده. تمام. ربيت ولادي وكبروا وبقوا شباب ورجالة. أنا عندي ابني في أولى ثانوي والتاني الكبير في تالتة ثانوي. مخلفتش بنات. تمام. أنا اتحرمت من ال يعني الجواز والمشاعر والأحاسيس والحب. بس اتحرك، قلبي اتحرك. مع مين؟ هنسمع المفاجأة الكبرى اللي الكل الوقت هيتفاجئ. قلبها ومشاعرها اتحركوا مع مين؟ فبتقول ابني اللي في الثانوية له زميل بيجي له زميل بيجي على طول في البيت عندي. بياكلوا سوا، بيسهروا سوا، وساعات يبات عندي. وشيء عادي بالنسبة للأولاد وبالنسبة لحتى أهل جوزي. يعني هي ساكنة في بيت عيلة، في بيت جوزها. فالشاب ده بيطلع مع ابنها. الشاب بيطلع مع ابنها. يعني زميل ابنها، يعني ما حدش هيقول حاجة، ده هي في سن مامته. فهي بتقول كان يجي يبات اكتر الوقت، كان يبات وشيء عادي خالص بالنسبة حتى لقرايب جوزي، لان انا عمرهم ما يشكوا فيا ولا ابني ولا الكلام ده. فالولد ده متعود عليا واخد عليا، يهزر ويضحك والكلام ده كله، يعتبر انا اللي مربياه. وهم زمايل من هم في ابتدائي، يعني كان بيجيله هو طفل. فالولد ده اجا مرة وكان ابني مش موجود، فهو بيجي كأني جاي بيته، اخد يعني ممكن يخش ينام في السرير على ما ابني يجي. فاجا وابني مش موجود ولا ابني التاني كان موجود، وما كانش حد في البيت كله. لقيته اجا على اساس ان ابني موجود، ما لقاهوش. طبعا دخل وقعد بشيء عادي خالص. ولو ابني اجا ولقاه برضو عادي، مش هيقول اي حاجة، لانها زميله وعارفاه ان هو طفل، يعني مش هيقول فيه ايه يعني. اليوم ده اجا، عملت له اكل واكل، وعملت له شاي وقعدنا مع بعض. دخل نام في السرير، في سرير ابني. زي ما قلت لكم، هو ممكن يجي يمدد كده على السرير على ما ابني يجي، شيء عادي خالص خالص، وبينام جنب ابني، يعني كأنه واحد مننا. رحت عملت له الشاي ولقيته نايم على السرير، حطيت له الشاي وقعدنا نتكلم مع بعض ونهزر مع بعض، وضحك وهزار لان هو متعود عليا واخد عليا. وضحكنا قوي وهزرنا قوي واتكلمنا قوي، وحصل علاقة. يا نهار ابيض، حصل علاقة بيني وبين الولد ده. نسيت نفسي، نسيت كل حاجة، نسيت ان هو زميل ابني، نسيت ان انا
أم، كل ده نسيته، وحصلت العلاقة بيني وبينه على سرير ابني. أنا بعد ما حصل كده قعدت، يعني مش لومت نفسي، لأ، أنا حسيت إن أنا حسيت بالحياة، حسيت إن أنا ست، ومشاعري كانت متجمدة، وحسيت إن أنا عايزة راجل. لما حصل كده طبعا هو ارتبك و... ولقيته بي... ولقيته بيقول لي الموضوع ده كأن ما حصلش. هو اتفزع، وللأسف حصلت وبتتكرر واتكررت كتير، ومفيش حد بيشك فينا، علشان هو كان بيجي بقاله من هو في ابتدائي وهو بيجي. مفيش حد ابدا، لا من اهل جوزي ولا اولادي ولا اي حد ولا اهله هيشكوا ان في علاقه بيني وبين الولد ده، لان الكل عارف ان بيجي له هو طفل، فمفيش حد هيشك ان يحصل علاقه بيني وبينه. انا ما زلت في العلاقه دي، هو ما بيتكلمش، ما بيقولش اي حاجه، وانا واثقه ان هو مش هيتكلم الكلام ده ولا يخرجه بره، لان مش انا اللي هتضر، بس هو كمان من عيلته، من ابني، من زمايله، بس انا مش قادره ابعد نفسي عنه، ومانيش قادره اسيبه، وحبيته، مش عارفه اعمل ايه. يمكن ده سبب الحرمان اللي انا كنت فيه. انا متأرمله وانا عندي 24 سنه، هي متجوزه وهي صغيره، كل عمرها اللي عاشته مع جوزها 5 سنين. هي متأرملة وهي عندها 24. طيب انتي ما اتجوزتش ليه؟ هي بتقول انا عمري ما فكرت في الجواز علشان المعاش والأولاد وأهل جوزي والورث بتاع جوزي. لو أنا كنت اتجوزت كان كل ده هيضيع مني، لكن هما بيقدروني علشان ما اتجوزتش وقعدت على الأولاد. كل اللي حصل ده في الكتمان بيني وبين زميل ابني. حتى لو ابني اجا فرضا ولقاه، بيبقى شيء عادي خالص خالص، ولو اجا ولقاه نايم في السرير بيبقى شيء عادي خالص، لان من صغرهم هما متعودين على كده. لو حد من اهل جوزي طلع ولقى الشاب ده عندي، ده زميل ابني، زميل ابني. ما طبعا ما بيبقوش عارفين ابني فوق ولا مش فوق، يعني هو ممكن يطلع وهم على اساس ان ابني فوق. وما زلت مستمرية في العلاقة معاه. ممكن يفضحني، ممكن يطلع الكلام ده في دوني. مش عارفة اقول ايه، انا مش عارفة اقول ايه بجد. يعني لو انت محتاجة راجل اتجوزي، ما هو الجواز مش عيب، مش حرام. مشتاقة للمشاعر والاحاسيس، اتجوزي. مش راضية تتجوزي عشان المعاش وعشان الورث وعشان الاولاد والمجتمع. طب هو فين ربنا؟ فين ربنا بقى؟ ما ربنا شايفك. وبعدين عايزة اقولك بقى، خدي بقى المفاجأة الكبرى. الرسول عليه الصلاة والسلام قال افعل يا ابن آدم كما تشاء كما تدين تدان. اوعى تفتكري ان هي مش هتعدي على اولادك. هيجي واحدة تعمل كده في ابنك، هتخون ابنك مع زميل ابنك، سلف ودين. فهقولك اتقي الله واستغفري ربنا، واشحتي الولد دون من حياتك ومن ابنك، وابدأي صفحة جديدة نظيفة مع ربنا. هقولك ايه يا شيخة، يا شيخة والله عايزة اقولك حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، تطلعين اهو عن شعوري.
قول ايه بس؟ افرضي اتكلم الكلام ده، شكلك ايه؟ ابنك في وسط زمايله يبقى ازاي؟ افرضي خايف ان انت ما عدتيش تعملي العلاقة دي معاه، اتعود عليكي، قام مصورك وهددك وقال لك لو انت ما بقيتيش معايا العمر كله هفضحك. ابنك يواجه ده كله ازاي في المجتمع؟ ازاي؟ قذرة، قذرة. مش هقول انت ست، انت قذرة، شيطانة. هتقولي لي شيطان ووزة شيطان؟ طب لو هي أول مرة فوقي بقى، لكن مستمرية خلاص الحياة حلوت بالنسبة لك بقى. زميل ابنك ومحدش هيشك، وما بيكون عايزك بيحصل الموضوع ده وخلاص والدنيا ماشية. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي وفي أي ست تعمل زيك. اسمعوا المشكلة يا جماعة، وعايزة أراءكم وأقول لكم أشوفكم على خير في مشاكل أخرى. سلام.